السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. يا رب تكون سنه سعيده عليكم جميعا. ان شاء الله السنه دي تحققوا فيها كل اللي انتم نفسكم فيه وبتتمنوه، وتكون كلها خير وسعاده يا رب على الجميع. هكلمكم النهارده عن مفضلاتي خلال سنه 2015. مش هكلمكم بس عن الحاجات اللي حبيتها في الميك اب والعنايه بالبشره والحاجات دي بس، لا كمان في حاجات حبيتها جدا، زي مثلا ابلكيشن على الموبايل، او مثلا اكسسوارات، او حاجه كنت بلبسها على طول وكانت من الحاجات اللي ما ينفعش انزل من غيرها. فالفيديو هكلمكم عن حاجات مختلفه كتير. احتمال الفيديو يكون طويل شويه، فمعلش اعذروني للناس اللي مش بتحب الفيديوهات الطويله. فمعلش جيبي سناكس كده واشربي مثلا سحلب ولا حاجه وتدفي في السرير واتفرجي على الفيديو. والناس اللي عندهم امتحانات، ربنا معاكم يا رب ويوفقكم ان شاء الله. محدش يسيب المذاكره عشان يشوف الفيديو، بس لما يبقى عندك بريك ولا حاجه يبقى يشوف الفيديو. فاللي حابب يتفرج ايه الحاجات اللي انا حبيتها خلال السنه اللي فاتت يتابع الفيديو ويشوف. اول حاجه هكلمكم عنها هي الاكسسوارات اللي انا حبيتها السنه اللي فاتت. من الاكسسوارات اللي انا حبيتها جدا 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 كنت بلبسها على طول على اي طقم الصبح بعد الظهر اي وقت، كانت السلسله دي انا كنت جايباها من فوريفر 21. والكواليتي بتاعتها ممتازه، يعني انا بلبسها على طول على طول، وفي نفس الوقت ما صدتش مني ولا حصل لها اي حاجه. فكمان حبيت قوي السلسله دي، انا اللي كنت عاملاها بنفسي وعجباني جدا. من اكتر حاجات اللي انا عملتها وحبيتها بشكل فظيع، وكانت بتليق طبعا على لبس كتير جدا، شكلها شيك جدا برضو في اللبس. كمان حبيت جدا الخواتم دي، انا كنت وريتها لكم في مشترياتي الشهر اللي فات، حبيتها جدا جدا جدا. دي جايباهم من سنتر بوينت، وكان زي سات كده مع بعض، كذا خاتم مع بعض، اشكالهم كلها رقيقه وجميله وشكلهم حلو قوي في اللبس. من الابليكيشنز اللي انا حبيتها جدا كان الابليكيشن ده اللي هو شكله عصفوره لونها اخضر كده، اسمه ديولينجو. هسيب لكم اسم الابليكيشن تحت في الديسكريبشن بوكس. الابليكيشن ده بيعلم لغات، فانت لو بتتعلمي لغه جديده وحابه ان انت تتمرني اكتر وتستفيدي اكتر، بجد الابليكيشن ده هينفعك جدا. سهل قوي ان انت تتعلمي فيه، حتى لو انت مش بتاخدي كورس او حاجه هتتعلمي بسهوله. هو زي ما شايفين فيه زي lessons وكده، كل حصه بيبقى فيها زي اسئله، هو بيعلمك عن طريق ان اسئله وصور، وانت بتقعدي تعملي ماتش عشان تعرفي اكتر، وكل ما تغلطي بيقولك ايه الحاجات الصح ويدربك اكتر ويعملك يعني اسئله اكتر وكده. فبجد ممتاز ممتاز. من الابليكيشنز كمان اللي انا حبيتها جدا كان مصحف، وكان معاه زي تفسير كده اللي هو اسمه ايات القرآن. عجبني جدا جدا. اولا من الحاجات اللي انا حبيتها قوي ان انا اقرا القرآن وفي نفس الوقت افهم الايات دي بتاعت ايه وتفسير الايات ومعناها وكده، لان اكيد في حاجات بتبقى صعبة علينا ان احنا نفهمها. فبجد الابليكيشن ده سهل لي جدا ان انا افهم حاجات كتير في القرآن. فهيعجبكم جدا 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 بجد، ولازم تنزلوه يعني. من الحاجات برضو اللي انا حبيتها جدا كان منظم الشنطة دي، انا كنت جايباه من مول هنا في دبي، اسمه دراجون مول، اكيد ناس كتير عارفينه. هو زي مول بيبيع حاجات صيني وكده، فعجبتني جدا وكان سعرها حلو، وتقسيماتها كتير، فيها تقسيمات كتير. لان انا كانت شنطتي على طول متكركبه اللي مش عارف الموضوع ده يشوف الفيديو بتاع ايه الموجود في شنطتي، كانت مليانه حاجات غريبه. فعجبني جدا المنظم ده، بينظم الشنطه كويس. الحاجات اللي انا حبيتها جدا السنه اللي فاتت وكنت بلبسها على طول هي الطرحه دي انا جايباها من سكارف، اللي هي على شكل تايجر كده. ده شكلها على شكل تايجر، تبقى شكلها شيك جدا جدا في اللبس. والقماشة بتاعتها ناعمة جدا، حاجات سكارف كلها بجد ممتازة. فعجبتني جدا ولونها مميز، وكل ما البسها الناس تسألني انتي جايباها منين ومش عارفه ايه وحاجات كده. فحلوة قوي. وكمان زي ما قلت هي من نوع الجل، فعجبني موضوع اللي هي الطرح الجل بتبقى مشجرة، كمان طالعة موضة وشكلها بيبقى شيك في اللبس، وبتنطق اي طقم مثلا سادة او حاجة، بيبقى شكلها لذيذ. من الحاجات اللي بتتاكل بقى اللي حبيتها جدا السنة اللي فاتت كانت الشوكولاتة دي من ريسس. النوع ده من ريسس هو مسكر زيادة شوية، وبيبقى الكيس بيبقى فيه 3 وحدات زي المدورة دي، وكلها بتبقى فول سوداني ومتغطي بالشوكولاته، بس مفيهاش بسكوت ولا حاجه، بس طعمها تحفه. انا بالنسبه لي واحده بس تبقى كافيه لانها مسكره زياده يعني.
في كمان من ريسز اشكال تانية برضو كانت حلوة، بس دي اكتر واحدة مميزة يعني، حسيت انها حلوة قوي. اكتر يوتيوبر انا حبيتها السنه اللي فاتت كانت هي زويلا. هي بصراحه مش السنه اللي فاتت، كل السنين زويلا تحفه، بتعمل فيديوهات تحفه. هي اصلا بنوته عسوله، من الناس اللي هي تشوفيها كده قلبك ينفتح وتبقي بتحبيها. اي فيديو بتعمله حتى لو بتقول اي كلام بيبقى جميل. عارفين اللي هي الناس اللي تشوفيها تخليكي مبسوطه وسعيده كده من غير سبب. المسلسلات اللي انا حبيتها السنه اللي فاتت بصراحه ما شفتش ولا مسلسل عربي مصري ولا اي مسلسل من الحاجات دي، خاصه في رمضان متفرجش على مسلسلات اصلا مصري. بس المسلسلات اللي انا حبيتها قوي كان مسلسل اجنبي اسمه بلايند سبوت. المسلسل ده يجنن. هو حلقاته مش كتير يعني، بس تحفه. انا شفته اونلاين، شفتوش على التلفزيون يعني. وقصته حلوه، اللي هو بيحب حاجات البوليسيه او الحاجات اللي هي فيها ساسبنس وفيها اكشن وحاجات كده، هيعجبهم يعني. هي ممكن يكون مش مسلسل بناتي شويه، بس انا حبيته، الفكره بتاعته حلوه. وان انت كل حلقه بتكتشفي حاجات، بيبقى فيه حاجات مستخبيه ويقعدوا يدوروا بقى، وبحب الحاجات دي يعني. من الاغاني اللي حبيتها جدا جدا السنه اللي فاتت كان الشريط بتاع اصاله، كان تحفه، الاغاني بتاعتها تحفه وهي صوتها يجنن. من الاماكن كمان اللي حبيتها جدا ورحتها مع اصحابي واتبسطت جدا فيها هناك كان اللي هو الكافيه اسمه تافيرنا، موجود في اسكندريه على البحر. الكافيه ده يجنن يجنن. بص انا مش هقول لكم عناوين عشان انا بتلخبط في العناوين بس هسيب لكم العنوان تحت في الديسكريبشن بوكس. كان يجنن، والبيتزا اللي عندهم طعمها تحفه، والقعده خرافيه على البحر كده تجنن يعني فاكيد لازم تروحوا الكافيه ده، هيعجبكم جدا.